بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. خوتي اليوم خرجات اختي رشيدة الرئيسي المحبوبة ديال المغاربة، المرأة المكافحة، المرأة اللي هي راجل. سطروا لي على الراجل اللي غادي نعاود نهضر لكم في شخص اختي رشيدة. غادي نرجع لكم لهاد الجملة هادي. خرجات وتفاجئنا كلنا وما كناش متصورين ان هاد السيدة واحد النهار غادي تخرج وغادي تفضفض وغادي تقول شي حوايج ضروها في خاطرها. بغيت نقول لكم السبب علاش خرجات اختي رشيدة. اختي رشيدة ما خرجاتش انها طامعة او جاها هاد العريس لان قال عنده الفلوس وصدق ما عندوش الفلوس، لا، خصكم تفهموها. واللي كيفهم راه اختي رشيدة الانسان وبالاخص الام. اختي رشيدة خرجات لان ضاق بها الحال وبغات تستر وبغات تسكت وبغات تكتم وبغات تخبي هذا الموضوع وتخليه كيف بان زوين يبقى زوين. لكن هذا الموضوع زاد بدا كيكبر ما بيناتهم هما. والمصيبة ان العائلة ديال الولد حتى هما جاو ودخلوا بداو تيقولوا ان البنت بنتهم، ما ربوها، ما قراوها، ما شراو ليها، ما فرحوها، ما داروا ليها حتى شي حاجه وحده اللي داروا. جابوا ولدهم قال لهم هاد البنت بغيتها، قالوا ليه بسم الله. منين خداها اكتشفوه انه هاد السيد ماشي بالمستوى، المستوى ماشي المادي اللي كتهضر عليه اختي رشيدة. وانتم كتعرفوها مزيان ان هاد السيدة عودات على المعاناة ديالها، انها دازت في الفقر ودازت في الحالة المتوسطة ودازت في الحالة اللي هي مستورة وميسورة. اللي خلى اختي رشيدة خرجات وفضفضات هي السيدة جات تقول لها بغينا بنتنا، والبنت هزات راسها ومشات. والسيد تيقول ليها الا عندك شي راجل في الدار خرجيه. عندها 3 د الرجال، لا بالاحرى عندها 4 د الرجال. وخرجات ليه كراجل لان ما قدراش تخرج راجلها لانه ما كيعرفش يهضر بالعربيه ويتفاوض معاه او لا يهضر معاه ويخرج ليه داكشي اللي في قلبه. هو عارف راه انسان، راه شخص، راه اب، غادي يقول بزاف د الحوايج ولا ربما غادي يعبر بزاف وغادي يعطيه بزاف، ولكن اللي خانته هي اللغه. وبغى يخرج ليه الولد الصغير ولكن الولد الصغير ما كيفهمش هادشي وباقي ما وصلش عليه. وبغى يخرج ليه الولد الكبير ولكن اختي رشيدة ما بغاش تعرض ولادها للشوهة وتخلي الولد يتضارب مع النسيب اللي هو دار راسو نسيب. اللي دار اختي رشيدة هو ان قال ليها الا عندك شي راجل خرجيه ليا. حبسات هاد الرجال اللي عندها وخرجت هي اللي قلت لكم راها سطروا لي على هاد كلمة الراجل. خرجت هي كرجل كيف ما كنعرفوها، كيف ما كان نحسوها، كيف ما كتحط لينا فيديو وكتجلس وكتقول لينا اش كاين بكل تلقائية وبكل حب وبكل تواضع وبكل بساطة. عندها الخيب كتقولوا، عندها المزيان كتقولوا، عندها الكتير كتقولوا، عندها الشوية كتقولوا. وخرجات وهضرات وفضفضات وطلعت داكشي اللي عندها لان هاد الناس بداو تيضغطوا عليها، تيضغطوا عليها ببنتها، حطوا ليها بنتها في الواجهة وقالوا ليها البنت بنتنا. علاش؟ لان بداو يحطوا الاظافر ديالهم وتيغرسوهم فيها وبغاو يبداو يهددوها. وهي حنا كيف ما كنعرفوها قويه وتتقول الحاجه اللي غادي نخبيها وغتكبر، اللهم نقولها صغيره وتكبر على العلن. اللي خرجها هي انها فضفضات داكشي اللي في قلبها، واللي خرجها وهو الاهم هو انها تشمتات، شمتها وضحك عليها. وهي قالت بنتي شمتتني ونصبت عليا هي وياه، كانت كتعني انها البنت منين عاقت بالراجل قالت اللهم نكون معاه وغادي نضغط على امي كما كنت كنضغط عليها في التليفونات، في الحوايج، في الفلوس، في الطلبات، في الرغبات، وكترضخ ليا لكل شيء. اذا امي تحت يديا كندير فيها اللي بغات. صحيح ان امي قويه وان امي عندها واحد الشخصيه رجوليه، واحد الشخصية اللي هي قوية مع الناس،
لكن معايا أنا بنتها كنت كنضعفها، وحنا كتعرفوا حنا أمهات كنضعفوا قدام بناتنا خصوصا إلا بغات تزوج، كتجيب لك شي واحد كتقول لك بغيتو، كتقولي ليها بسم الله وكتزوج بيه، مزيان خايب مع الأيام كيبان. لكن هذا ماشي هو اللي خلى رشيدة أنه هاد السيد كيقولوا الناس أولا العائلة ديالو لا حكا حيت جاب الطوموبيل وما صدقتش الطوموبيل ديالو، لا، رشيدة كتر عليها الغيط وكتر عليها الكلام والناس يقولوا ليها الطوموبيل ماشي ديالو فيقي. خصوصا رشيدة منين زرب عليها وقال لها بغيت ندير الكاغط ودارت الكاغط وطالباتهم باش يجيبوا ليها الورقة ديال الطوموبيل واش بصح، باش تشد راس الخيط ديال النصب، باش منين تعرف راه الطوموبيل ديالو غادي تقول صافي هاد الناس جاو بغاو يدخلوا بالوسواس. لكن منين اكتشفات ان بنتها بدات كتخبي على الراجل قالت ان بنتي نصبات عليا هي والراجل. هادشي مفهوم اخوتي، راكم عارفين وراكم امهات. المهم من هادشي كله هي رشيدة كون كانت طماعة ما طمعش، راه 50 مليون غتزيد عليها 50 اخرى تبيع الدار، هي 100 مليون تمشي تشري بها طوموبيل وتزيد عندها راه عندها الفلوس، قالت انا راه عندي الفلوس، انا اللي عندي الفلوس ما عنديش هذيك الطوموبيل. فعلا رشيدة ماشي طماعة، رشيدة ما رشيدة رشيدة خرجات وشكات وبكات باش ما يبقاش داكشي تفجر ليها لداخل، لان عندها باقي 3 ديال الدراري. ومنين هضرات قالت جاوها الناس وقالوا ليها هي ما كتعرفش، قالوا لي راه كيتاجر في شي حوايج وخدام في شي بلاصه حساسه، ما نقدرش نقول راكم فاهمين شنو ما كان النوع ديال التجاره اللي كيتاجر، انها كنفهموها احنا انها تجاره ممنوعه. ما نبقاوش نبداو نخبطوا ونلبطوا ونديروا معا وضد باش نطلعوا القنوات، لا، خصنا نهضروا باش نحبسوا هادشي. البنت باش تسكت لا بغات ترد ردة الفعل باش تضرب امها باش ما تبقاش تخرج تبدا تهضر في الراجل، اكيد انه كيضغط عليها وتيقول لها شوفي امك اش قالت، لدرجه خرجت قالت لك رشيده باش نكمل الجمله ديالي نسيتها، قالت انا عندي دار كتسوى 50 مليون، قالت ليه، قال لها انا بغيت نبيع الطوموبيل باش نشري الدار، قالت ليه ها هي 50 عطيها ليا حقها، راه عندها 4 ديال الدراري، راه ماشي جات هذيك الدار غير لهذيك البنت بوحدها، حقها مشروع، ما عند حتى واحد باش يهضر ويقول لا. حنا كلنا مع رشيدة، كلنا الأم المكلومة، الأم المظلومة، الأم المشتومة، الأم اللي كتعيرها بنتها ملي كتشوف الراجل، ملي كتعرف الراجل كيفاش داير مع المرأة وكتذوق البنت الراجل كتولي ضد امها، لان هي الام الوحيده اللي كتعرف الضرر ديال بنتها. شحال من وحده كتشوف الراجل ما عندوش او لا عنده وكتقول ليه وفر، كتمشي لدارهم وكتعرف التموين في دارهم شايط وتدخل تاخد الطون تاخد الزيت تاخد الحليب، تتقول لامها عطيني، وامها كتعطيها بطبيعه الحال انها غادا لدارها كتقول مسكينه بنتي بغات تهز من دارهم ما فيها باس تدي، وكتهز من مور امها وكتحط داكشي اللي عطاتها امها الفوق وداكشي اللي سرقته هي لتحت. هادشي كله كنعرفوه، وكتعرف الام ان البنت هزات، وكتعرف الام ان البنت كتجي وكتمد ليها الفلوس وتقول لها واش عندك ولا ما عندك، وتبقى تشكي وما عندوش وعنده الكريدي وداير وفاعل، والام كتبدا تعطي وكتغطي. والاب ما فيش هاد الصفه، ما فيش، كيبغي بنته ولكن كيبغي الراجل اللي يصرف عليها، الراجل اللي يصرف عليها، ما يبغيهاش تجي تهز من الدار او لا يعطيها. قليل في الرجال اللي يقول لها هكا بنتي هذه ديالك وفري على راجلك، لانه تيكون ميسور وعارف حتى هو داز عليه المحنه كثر. كاين الراجل واخا دازت عليه المحنه ما كيبغيش يخفف على النسيب ديالو، لكن الام كتبغي تخفف على نسيبها، كتقول لك انا نكسب نسيبي. هذا الراجل قالت رشيدة كون جاني فقير غادي يدخل معايا وغادي يجلس وغادي ياكل وغادي يشرب وغادي نهزو وغادي نهز بنتي، كون راه البنت معزه مكرمه وكاسبه امها. رشيدة اللي دارت لهاد بنتها اللي حنا كلنا ملي كنشوفوا هاد رشيدة والتعامل ديالها مع ولادها تنقولوا حنا خصنا نديرو بحال هكا. ولكن شوف الافكار د رشيدة ما قاريه، ما عندهاش شي تجارب في الحياه مع الولاد ولا
كانت مظلومة في الطفولة ديالها، ماشي مظلومة من الوالدين، وإنما كانت مظلومة من الحقوق ديال الوالدين لولادهم، لأن ما كانش عندهم، كانوا الناس على قد حالهم. كبرت هي داك الشي اللي كان ناقصها خلفته في ولادها. ملي خلفاتو في ولادها قالت ولادي باش ما يحسوش داك الشي اللي كنت انا كنتمناه، ربما ولادي حتى هما تكون هذه فطره في الولاد تيتمناو راه نوفروا لهم. وكما قالت هذاك الشي كان زياده ما خصنيش نديرو، لان رشيده تعلمت الدرس بهذا الشي اللي طرا لها من بنتها، ان الفقر كيعلم وكيقصح وكيرجل وكيشجع وكيخلي الانسان يكون راجل ونص. لكن هي بالحنان ديالها نسات أنها تربت على يد الحرمان وعلى يد الحاجة وعلى يد الفقر باش خرجت هكاك، ماشي هي باش تعوض ولادها، لا، كانت تزير شوية الصنطة. أنا ماشي كنلوم رشيدة، حنا كلنا أمهات كنديرو بحال هكا، كل واحد على قد الحال ديالو، كل واحد على قد مدان يديه في جيبو. لكن اللي صار أن البنت قلبت الموازين وخرجات باش ترد على امها، باش ترد اعتبار للراجل، باش تحيد ليه داك الكلام اللي قالت امها انه كيتاجر في شي حاجه ما يهداكش، ونصاب ونصب عليها هي وبنتها. ناضت كتعاير في امها ودخلت في شي حوايج اللي ما كانتش ذكيه فيهم. ردة الفعل ديالها بدات بان هذيك رشيده اللي كتشوفوها راه ما كتبغيش الناس، علاش؟ باش تتخسر لها وجهها مع الناس، مع المتتبعين ديالها. وهي ما عرفتش نهار رشيده كانت تعاود المأساة ديالها، تما عرفنا رشيده الانسانه، تما تعاطفنا معاها، تما كنا كنتفرجوا ما دايرينش اشتراك ودرنا اشتراك، تما ولينا بغينا نعرفوا هاد السيده من وراء المحتوى ديالها فائده. اذا ما غاديش نتيقوك. وزاد ضربت في الفوق ديال داكشي اللي قالت راه غادي تدخل الفلوس تبع الادسنس. رشيده ما محتاجاش، رشيده ما كتضربش الادسنس، رشيده ما جاتش في الاول ديالها باش بدات ولقات الادسنس وخدمات به. رشيده وغدير واحد المحتوى باش حتى هي تخدم على الخير اللي عندها، باش تزيد حتى هي تكون هذيك خدمه بحال جميع الناس. هما مؤثرين كبار وعندهم شخصيه كبيره وعندهم مكانه وقاريين ودايرين قنوات ودايرين بها الحمد لله لا باس، ماشي عيب، وانما لازم يكون المحتوى يفيد. هاد رشيدة دارت واحد المحتوى فاد الناس، وللعلم واخا داك الحب ديالها لولادها فاد الناس، كانوا بعض الناس ما كيعرفوش كيف، ولو انها كتعاني مع البنت، قالت انا كنت كنعاني مع بنتي لداخل، يعني هذاك الشيء غير الستار، وانما كانت كتبين واحد الصورة اللي هي كتبغيها وكتنبع من عندها، وخرجت الناس بواحد الصورة زوينة، وهي مازال كتحمل المعاناة وكتعطينا حنا بحال الممثل كيجي يمثل لينا شي مسرحية ولا كيمثل لنا شي فيلم، كيفرحنا وكيعطينا واحد النتيجة، ولكن هو في المعاناة الشخصية ديالو الخاصة ديالو هذاك الإنسان مدمر مزيان، ماشي مدمر وإنما مدمر مزيان في الحياة ديالو، يعني ما ناجحش في الحياة ديالو، لكن في الفيلم ديالو ولا في المسرحية ديالو كيبين أن هاد السيد هذا راه ناجح مزيان في الحياة ديالو. حنا ديما كنشوفوا التمثيل، واللي زاد باش تزيد تقوي من ضرب فمها باش الناس تضامن معاها، قالت بلا راه رشيدة اللي كتشوفوا راه خويا اغتصب بنت وحملها، وهذا الشيء ما يقدرش يكون. هذه تسلسلات، هذا الكلام تسلسل كله كيعني بان هاد البنت بغات تضرب امها بالادسنس وتضربها بال الولاد ولدها انه اغتصب، باش تخلي الناس عندها يتعاطفوا معها هي ويجيو ضدها. علاش؟ لان هي مؤثره وكتعرف القنوات وكتعرف الضجه اللي كتكون عندهم طوندونس ديال هذا، يعني كطالع على كل شيء. وحنا كي كنشوفوا رشيده مع ولادها تتكون جالسه وكتجمع معاهم في اي شيء، فالكبيره والصغيره، وهما كاصحاب قنوات كلهم كيتفرجوا في القنوات الاخرين باش يشوفوا شنو الاشياء اللي يديروها وشنو اللي ما يديروهاش، وكيناقشوا القنوات الاخرين باش يكونوا ناجحين
بحال أي شركة كتشوف الشركة اللي كتخدم مزيان والشركة اللي ما تخدمش مزيان، كيشوفوا النواقص اللي على الشركات. ما عليناش. باش تنوض رشيدة تجيها البنت وتقولها سيري فحالك وتجري عليها، ما كنظنش المرأة اللي فيها الشجاعة وتخرج تقول شنو طرا ليها وشنو صار ليها مع بنتها ونسيبها ونصب عليها نسيبها وبالمساعدة ديال بنتها، عندها الشجاعة أن إلا جا عندها ولدها وغلط غتصلح ليه الغلط ديالو. علاش؟ لأن رشيدة دوزات المعاناة ودوزات المأساة، ما دوزاتش الاغتصاب، ما دوزاتش الحمل، وإنما دوزات شي حوايج اللي كيبكيو واللي كيحقرو واللي كيضرو في الخاطر، وعاودات في القصة ديالها أنها مشات عند الناس باش تعلم الدرس، وإنما هادوك الناس شدوها داروها بحال الخدامة وبكات. واللي تيبكي وتيتحقر في الصغر ملي تيكبر ما كيبغيش داكشي اللي داز عليه يدوز على الناس. يعني ما تقدرش تكون هاد البنت صار ليها اللي صار وناضت جات وهضرات وردتها رشيدة أبدا. ورشيدة ماشي شي مرة فقيرة أولا ولدها ما خدامش، رشيدة راه عندها المطعم، راه تقدر تخدم ولدها وتصلح الغلطة ديال ولدها، ولو غير تصلحو إلا ما بغاتش البنت تصلحو وتجوج البنت بالولد وتحيد داك الولد اللومة على البنت اللي اغتصب. وكنظن أنكم راه غادي تفهموا هاد الشخصية ديال رشيدة ماشي هي هادي، وإنما البنت كتلعب لعبتها باش تضرب فمها. المشكلة الأخيرة واللي نطقات بها البنت باش تزيد تستعطف، لأن كي قلنا القنوات كيتفرجوا في بعضياتهم، إلا حليتوا معايا الدماغ ديالكم نطقات البنت بواحد الكلمة، قالت أنا خرجت 5 أيام وأنا في الزنقة. كيفاش تخرجي انت 5 أيام وانت دايره الكغط على راجل؟ اذا انت مشيتي عند راجلك وراجلك جرى عليك، اولا مشيتي عند ناسك وناسك جراو عليك، هذيك ما كتعتبرش زنقه. وقلتي خرجت بلا حوايج، ما عنديش الحوايج. انتي من نهار درتي الكغط مسؤوله على راجلك، يكسيك يعريك. كون بغيتي تخرجي بالشان كون جلستي كي قالت لك امك يجيب لك ذبيحه ويجيب لك آه، الشوار ديالك وتمشي بالشوار اللي عند امك، التجهيز ديال امك، وتمشي لدارك حامله ومحمله. وكنظن ان رشيده اول عرس ليها واول فرحه ليها شفنا حنا في الخطبه وشفنا حنا في ضرب الصداقه شنو دارت وجرات وجرات، وكانت فرحانه هاد المراه بديك الفرحه اللي بقات في الناس وناضوا عيطوا ليها وقالوا لها ردي البال. رشيدة ما يمكنش تجي وتعرف داكشي غير بوحدها غير بالطوموبيل. رشيدة ناس دقوا عليها وقالوا ليها ها اللي كاين حلي عينيك. قالت انا صحيح امية ولكن ما تدارش بيا، ماشي ان نبيها ولا ان حلات مخها، لا، الناس فيقوها وناضت بحثت على راسها لان ربي تيبغيها، لان هذيك السيده مرضيه الوالدين. ثانيا منين نتيا خرجتي وقلتي انا في الزنقه، حنا جينا نشوفوا هذه الجمله، الجمله متكرره، يعني سمعتيها كيقول لنا من القناه الاخرى اللي هي مشبوهه، اللي انت بغيتي تحطي راسك من راسها، انت احسن منها. ما انتيا وهذيك يسرى كتشابهوا غير بالاسم وكتشابهوا بالسخط وكتشابهوا بخراج العينين وبالسبان ديال الام وبالكذوب، هادشي باش كتشابهوا. اما بالتربيه وبالاخلاق والوالدين، لا لا لا، انا كنظن سعاد بحال رشيده، والاب ديالك ما كيجيش بكري حتى شي شويه باش تنوضي تحطي تنزلي من القيمه ديالك باش تشبهي القناه خبيثه، قناه ممسخه، قناه فيها زنا المحارم. خصك تراجعي لراسك وتعرفي انك نتيا خص الناس اللي يطلعوا عندك باش يشوفوا كيفاش دارت معاك امك نهار خديتي البيرمي، عمرها ما كانت في التاريخ، عمرها ما كانت في التاريخ. اللي بغى يشري لولادو الطوموبيل كيشريها ليه قديمه، واللي بغى يشريها ليه كيخمموا من بعد عاد يشريها ليه. امك شراتها لك من لا ميزون ديالها جاياها صايقاها وجابتها لك كي خديتي النجاح كي حطاتها لك. هذه بحد ذاتها ما خصكش تنسايها، وانما انت كنتي كتنافقي امك كنتي تقولي لها انت احلى ام وما كاينش شي ام. فعلا انت كنتي كتضحكي على راسك كتخرجي جمل انت ما اصلا ما دايره ليها تجهيزات، بغيتي تخلي ديك الجمل اللي كتقولي بغيتي تخليها باش تربحي فيها بزاف د الحوايج. زربتي على راسك، ماشي زربتي على راسك، سمحي لي،
وإنما النية ديال أمك اللي غلبات. راجعي راسك ونقدي راسك، وأمك ما قالتلكش طلقيه، قالتلك رجعي لداركم يجي يديك بالشان والمرشان. هذا حق هو الوحيد والأخير اللي كطلبو أي أم من بنتها. ملي كدير الكارت كتقولها جلسي الارض بحالك، عاد خصك تجلسي. مخطوبه ممكن تمشي تخرجي انت وياها تشربي قهوه وترجعي، لكن درتي الكارت كيبقى الراجل كيبغي يسيطر، كيقولك زيدي معايا لهنا وزيدي لدارنا وزيدي لهي وزيدي لهنا. لا، تما فين جلسي الا قال لي جي نقول ليه لا، تما فين كيطلع لك الشان. كيطلع الشان البنت بجوج الحوايج: نهار كيخطبها ياك وكيجي لدارهم كيخطبها، ونهار كدير العرس وكدير الكاريط ما كتمشيش معاه حتى كتخرج لدارها، وكيديروا ليها والديها الشان وكيديروا ليها العرس، لان العرس الام اللي كديرو، يديروا ليه الشان ويديروا ليه المرشان وكيهزوه وكيجيب هو القوام ديالو ويجيب الذبيحه ديالو ويجيب الشروط اللي هي في الشريعه الاسلاميه والعرف ديالنا حنا كمغاربه. وكتخرج البنت بهمتها وشانها، باش نهار كتكون جالسه حدا الناس ديالها الا بغاو غير يدصروا عليها البرهوشات اللي هما اخر ما يكون في الدار، ويقولوا لها غير نوضي جمعي ولا جفي، ما يقدروش يقولوا لها. علاش؟ حيت كيشوفوها جات في واحد المستوى خصها تبقى فيه. اما ملي كتهز جلابيتها وكتمشي ولا كتمشي كي قلتي انت اللي حطيتيها قالت لك نوضي زيدي معايا وقلت لها امك هزيها وخرجتي سبعتيها، إذا غادي تمشي غتقول لك راسي ضرني عمري ليا كاس داتاي، هزي داك الصابون سيري صبري. ولكن داكشي اللي خصو يطرى لك، هذاك الشيء اللي خصو يطرى لك باش تعرفي الحق. خليتي الدار دارتها لكم امك تبارك الله ما شاء الله يجري فيها العود، ومشيتي من باب الدار للدرجه الفوق، باقي عندك الوقت وعندك الوقت باش تستدركي راسك وتوقفي هادشي اللي خرجتي كتهضري فيه. هذيك بنت بكريشه عيرات امها وضمنات مع ضرت امها فيها. تصور يكون هذيك سعاد مسكينه خرجت شي نهار وتسكت لها القلب، واش مازال غادي تبغيها الضره؟ تبغيهاش، ما تبغيهاش وما تخليهاش عندها، وغتخرج غادي تخرج وغادي تفضحها. دايره معاها خطه، كتقول ليها انا غير كنقول داكشي تنلوح الكلام باش نطلعوا الفيديوهات ونطمناهم، حيت هادشي ما تقدرش تقولوا في الفيديوهات، غادي يقولوا لها الناس راه كتكذب عليك. والاخرى ما باغاش تحل عينيها، حيت ديما اللي تيكذب عليك تيخصو يعيشك في العسل، خصو يعيشك في شي حاجه اللي واو، فهمتي؟ يخليك تيقي به هو ما تثقيش الحق ما تثقيش به. هذاك علاش نقول لك امك ماشي ديال هاد التبهديله ولا سؤال ديال هاد التبهديله. ما تقارنيش من راسك مع وحده لا مستوى لا والو، وقفت معك امك وقراتك وشديتي الباك جاهزه، كتاب لك وخديتي، نصب على امك وعاونتيه. الرجوع لله، ما تخليش عباد الله يخدموا بك وتبداي تخرجي وتقولي شي كلام ما يرضاهش لك حتى شي واحد اللي كيبغيك، وتغضب عليك الملائكه ويغضب عليك الله سبحانه ورسوله، وتعودي هادشي راه دايز، وتقدري تانتي تسحلاي هادشي، واللي زين لك هادشي يقول لك اجي نديرو قناه وتحليها ويدخلوا حنا عندك اصحاب المنصه راه جالسين كيتسناو، راه كانوا علاش هما مضامنين مع السريعه، مضامنين مع السريعه لانه كانوا كيعرفوا بلي انا ما غاديش تخرج شي موضوع اخر، ولكن خرج موضوع ديال رشيده وبنتها غادي غيغطي على هادوك، صافي ما بقاوش، راه خرجت بنتها وكتقول راه بانت الشاهده، يعني باش تغطي عليك نتيا حيت خرجتي ضربتي في كل شيء، جاوبتي امك هضرات وياه ما نجاوبش، نمشي عندها نقول امي علاش قلتي هادشي، امك راه مرا ونص ومية الف راجل، غتعرف كيفاش تقول وغادي تهضر. امك بغات لك غير الخير، حتى هي بحال اي ام كتمنى دير العرس لبنتها، شوفي غير الفرحه والشطحه اللي كانت تشطح وكتقاد راسها وكتشطح وكتجر الناس، وخرجت عندهم حتى للزنقه واستقبلاتهم. يعني هذيك المراه كون جلستي غير انت كتعرفي امك، انت مسيطره على امك، كتعرفي كون جلستي معاها غير شويه وجلستي معاها وقلتي لها شوفي ما عندي ما نخبي عليك،
نجي نعاود لك وهاد الهضره ما تكون في خبر حتى شي حاجه، ماشي لا ولا طرا اللي طرا ونخرجوا نسب في خويا. خوك اللي كبرتي معاه وكليتي معاه وتربيتي معاه ووصلتي انت وياه واحد المستوى، جا واحد ما عرفتيش التربيه ديالو كاع كي دازت، ها، وليتي كتفضليه على خوك، وزايده كتقولي كنت كناكل العصا. كلنا كلينا العصا، كلنا كلينا العصا. كاين اللي كلا العصا بالكراطه، وكاين اللي كلا العصا وتفلق ليه راسو وخرج ليه الدم امك عطاتك العصا باش على هاد الوقت. امك عطاتك العصا على هاد الوقت. اي بنت كتاكل العصا باش تثبت وباش تجلس حدا امها. امك كنت تخرجك وديرك حداها وكتسوق حداك وكتسوقي حداها وكتقول العيد غدا، كتشوف فيك وكتقول العيد غدا. ما تستحقش منك هادشي اللي درتي. سمعي الكلام، وقفي هاد النزيف وشوفي راه الوقت خيابت. حنا في 2023. قبل ما تسالي هاد 2023 بدات الحرب في غزة وفي إسرائيل. يا ترى غادي تدخل 2024 تكون الحرب العالمية، ولا غير هضرة دايزة، ولا تبرد الوقت؟ كلشي بيد رب العالمين. يا ترى حنا جالسين دابا واش غادي تقلب الدنيا ولا غتبقى فيها والعلم عند الله؟ علاش الإنسان ما يحشم ويراعي ويعرف الحق حق الوالدين؟ ولدونا يضربونا، خليها تضربك وضرباتك وخرجتي تبارك الله راه غزالة طولة وتجريدة، ولا وقفتي عند الكوزينة كيتشهاك أي واحد، تكوني بنته تكوني مرته تكوني اخته تكوني صاحبته. أي واحد كيتمناك تكون رشيدة نسيبته وتكون رشيدة جارته. علاش تقولي للناس راه امي ما كتحملش الناس واللي جاي يتصور معاك؟ هضره خايبه بايخه، عيب تقوليها. هذيك باينه انك انتي كتبغي تجري الناس عندك. المهم بلا ما نطول عليك، شرحت لك بعض النقاط اللي ربما انتي خرجتي بهم وعطيتيهم طعم للناس. شي تيقول راه مشات مع امك وضحات قالت انا بنتي بنت وعطيتها بالورق ديالها ومجوجه ومشات عند راجلها. النقطه الوحيده اللي بديت بها غادي نزيد نقولها وغادي نقولها لك وتصنتي لها انت وبزاف ديال البنات، ان امك بغات تخرجك لدارك بشانك ومرشانك. بغض النظر، انا عاودت لك، كاينه البنت اللي كتمشي والراجل ما كينصب ولاباس عليه وكلشي، ولكن باش كتحذروا لان كاينه هذيك الصله بين البنت وراجلها في الدار، بحال كتبغي تفوح عليه. مشيت عند الدار عطاوني الزيت يقول لها علاش خديتي؟ لا ماما بغات تعطيني وهي راه النص جايباه والنص سارقاه. كاينه اللي كتمشي وكتقول لهم انا بغينا نتعشاو عندكم ولكن غنمشيو عطاوني عشايا نديه. اللي سمع هذا الفيديو ديالي راه غادي يعرف بان هادشي كاين وطرا اللي طرا. بالعكس كون كنتي ذكيه وبغيتي تكسبي امك غادي تقول لها شوفها ماما، اللي عطا الله عطاه، هو خدام وانا الدار ما تكتبيهاش ليا، غادي نسكن فيها، غادي تهزينا نتيا بهاد السكنه، انا غادي نسكن فيها، داك حق خوتي وحقي، والطوموبيله رجعيها ليا وعطيني شي قدر ديال الفلوس ندير بيه شي مشروع. سيري ديري شي مشروع ونردو لك هذوك الفليسات، نردهم لك وهي خفت عليك السكن، وديري عرسك وخرجي بحالاتك. اما باش تخرج خالتك دير لك العرس راه ما زويناش. وهاد خالتها الا كتسمع ما خصهاش دير لها العرس. واش الام ما باغاش دير العرس وانتي باغا تنوضي تحدايها؟ يعني هاد البنت الا امها بغات تربيها بغيتو تجيو نتوما تجيو ضدها؟ لا ما يمكنش، راه ما يمكنش. راه ما يمكنش شي واحد يجي يربي ولادك وكيشوف فيه اولا كيخاصم على ولادو ويجي بحال اللي كيجي يفك وانتيا معصبه باغا تضربيه حيتاش ديك الحراره خصها توصل ليه ماشي فاهمه، ويجي واحد يبردك يقول لك ها السخطار دا ما تضربوش خليه. لا ولدو كضربتيني انا خليه نضربو، والضرب ما تيقتلش. كاينين بعض الدراري اللي تيكبروا عاصين، راه الا ما كلاوش العصا راه ما كيترباوش، راه الا ما كلاوش العصا كيعاودوها، وراه حتى اللي كياكل العصا كيعاودها. وحنا ما كناش كنعرفوا كيفاش كنتي صغيره، نهار كبرتي طلعتي عندنا كبيره كنشوفوك متربيه، يعني ديك العصا هي اللي خلاتك نشوفوك حنايا في واحد الصوره زوينه. سيري اتقي الله وبوسي لراس امك ورجعي لداركم
ومنين إن شاء الله غادي تمشي لدارك وتفاهمي مع أمك باش تمشي لدارك، تحملي مسؤوليتك وجلسي مع راجلك وفكي أمك منك وسيري عيشي حياتك وخلي أمك تهنى فيك، واللي صار صار، وجمعوا هاد الشي غادي يولي يدخل فيه القانون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.